السلام عليكم، ازيكم شباب؟ تخيل ان انت عندك مطعم وجالك زبون اسمه احمد، دخل وطلب مثلا برجر وبطاطس. انت كصاحب المطعم المفروض ان انت تاخد البيانات بتاعة العميل تيجي تخزنها عندك في السيستم الخاص بالمطعم. طب السيستم ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن صفحة داشبورد عادية جدا، بتبدأ ان انت تدخل فيها البيانات الخاصة بتاعة كل عميل عندك، وفي الاخر بتتعرض لك في هيئة جدول كده بالظبط، عاملة زي فكرة الكرييت برودكت بالظبط. احنا بنكريت برودكت ازاي؟ عن طريق صفحة الداشبورد، وفي الاخر بت... بتتكريت في هيئة جدول كده بيكون فيها البيانات الخاصة بالبرودكت اللي اتكريت. طب جميل. طيب الزبون اللي هو اسمه احمد ده بعد ما طلب البرجر والبطاطس جالي تاني يوم وجه طلب اوردر بس مختلف، بيتزا. طيب هل منطقي ان انا كصاحب المطعم اكرر بيانات احمد كاملة من تاني؟ الاجابة لا. ليه؟ لان انت المفروض يكون عندك في السيستم الخاص بالمطعم عندك جدول خاص بالعملاء وجدول خاص بالطلبات، والجدول الخاص بالعملاء ده البيانات بتاعت العميل تكون موجودة مرة واحدة بس، مش اكتر من مرة، مش متكررة عندك. لا، انا عايز بيانات احمد تكون موجودة في جدول العملاء مرة واحدة بس. طب جميل ماشي. طب هنا برضو يجي السؤال، الطلب او الطلبات اللي بتطلب طول اليوم دي او طول الاسبوع، في الاخر اعرف ان الطلب بتاع البيتزا او الطلب برجر وبطاطس ده اعرف ان هو بتاع العميل اللي اسمه احمد ده منين؟ اعرفه منين؟ بكل بساطة انا لسه قايل لك ان انت بتاخد البيانات بتاعت العملاء، صح؟ طيب من ضمن البيانات دي انت بتاخد الاسم ورقم التليفون والعنوان، وركز لي على رقم التليفون ده عشان مهم جدا. انا باخد رقم التليفون بتاع كل عميل، ببدأ ان انا اربطه بجدول الطلبات. بمعنى، يعني مثلا جالي الزبون بتاع احمد بتاع امبارح طلب برجر وبطاطس، هخش يا باشا على جدول الطلبات، برجر وبطاطس، واحط رقم التليفون بتاع العميل. جميل. العميل ده لما يجي لي تاني يوم ويجي يطلب بيتزا، اعرف بقى ان انا اطلب الطلب اللي هو بيتزا واحط برضو رقم التليفون بتاع العميل. كده انا من خلال رقم التليفون ده هقدر ان انا اعرف الطلبات دي بتاعت مين. يبقى انا كده مش محتاج ان انا اكرر بيانات العميل تاني من جديد، ومش محتاج ان انا اتسحل في اني اشوف الطلب ده بتاع مين والطلب ده بتاع مين. لا، انا اقدر اوصل بكل سهولة ان الطلبات دي بتاعت اني عميل من خلال رقم التليفون اللي انا، او رقم العميل اللي انا حاطه على كل طلب عندي. يبقى هي دي الحاجه اللي انا اقدر ان انا اقول لك عليها، اللي هي اسمها الريليشن شيب. يبقى انت كده عملت حاجه اسمها الريليشن شيب، انت ربطت البيانات ببعض. انا ربطت بيانات الطلبات ببيانات العميل من خلال حاجه واحده اللي هي رقم العميل. لما اجي اشوف رقم العميل وادوس عليه يبدا ان هو يطلع لي مثلا البيانات الخاصه بالعميل، واقدر من خلال الرقم ده هقدر ان انا اعرف ان الطلب ده بتاع انهي عميل بالظبط. يبقى هي دي بكل بساطة فكرة الريليشن شيب اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. يبقى هي فكرة العلاقات اللي بتربط ما بين الجدولين او اكتر من جدول في قاعدة البيانات. قبل ما نتكلم عن الريليشن شيب لازم الاول نفهم ليه احنا محتاجينها اصلا. في اي قاعدة بيانات ممكن تحط كل البيانات في جدول واحد، بس هنا هتواجهك مشكلة، وهي ان قاعدة بيانات حجمها هيزيد، فهتبدأ تواجه مشاكل. من ضمن المشاكل دي أول مشكلة معانا هي تكرار البيانات، data redundancy. تخيل معايا إن أنت عندك جدول فيه 1000 منتج. ال1000 منتج دول فيهم تايتل وفيهم كاتيجوري. الكاتيجوري ده اللي هو التصنيف الخاص بالمنتج بتاعك، وال1000 منتج دول خاصين مثلا بأسامي سلط، خاصين مثلا بمنتج السلط. طيب انت كده التصنيف بتاعك هيكون ايه؟ هيكون سلطة. يبقى انت كده مضطر ان انت تكرر كلمة سلطة في ال1000 منتج دول. يبقى انت كده عملت تكرار لنفس البيانات بدون داعي. يبقى انا كده بزود حجم الداتابيز بدون داعي. انا كده عملت تكرار من غير داعي. انا فعلا مش مضطر ان انا اكرر كل مرة كلمة سلطة. وهقول لك ازاي جت الريليشن شيب حلت الموضوع ده. المشكلة التانية هي تعديل البيانات. لما تيجي تعمل ابديت على البيانات، وكأنما مثلا عدلت على القسم اللي هو بتاع المنتج الاولاني ده من سلطة لفريش سلطة، وعايز اغير التصنيف ده في باقي المنتجات، فانت مضطر ان انت تعمل ايه؟ تمسك برودكت منتج منتج وتبدأ ان انت تعدل
على المنتجات بتاعتك كلها، وكانما مثلا هم 1000 منتج. جيت مثلا في النص نسيت ولقيت اكتشفت ان في عندك تصنيفين، تصنيف السلد والفريش سلد، فكده هيحصل لخبطة في قاعدة البيانات. تالت مشكلة هي حذف البيانات، اللي هي فكرة الديليت داتا. تخيل معايا ان انت عندك فلتر، مجموعة من الزراير، تمام، وفي المجموعة من الزراير دي فيها التصنيفات بتاعة المنتجات بتاعتك، وكأنها مثلا عندك سلطة والبيتزا والرايس. جيت مثلا على قسم بتاع البيتزا او السلطة، دوست مثلا على قسم البيتزا، جبت المنتجات بتاعت الخاصة بالبيتزا، حذفت مثلا اخر منتج فيهم. انا عايز احذف المنتج ده من التصنيف نفسه، مش عايز احذف البيانات الرئيسية بتاعت المنتج. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيحذف البيانات كاملة بتاعت المنتج بالتصنيف نفسه. ليه؟ لان انت بكل بساطة انت حافظ البيانات نفسها مع بيانات القسم كلها في جدول واحد. علشان كده بنقسم البيانات على اكتر من جدول، يعني كل جدول هيكون مسؤول عن نوع معين من البيانات. يعني احنا عندنا هنا جدول البرودكتس فيه عندي اكتر من نوع بيانات موجود فيه. انا اللي انا عايز اركز عليه هو الكاتيجوري، لان ده نوع بيانات عامل مشكلة معايا ان هو تكرار بيانات بدون داعي. طيب جميل، انا هاخد النوع البيانات اللي هو الكاتيجوري ده، هبدأ ان انا اقسمه في جدول عندي. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بقسم البيانات اللي موجودة عندي في اكتر من جدول. طب احنا بعد ما قسمنا يجي بقى سؤال مهم، احنا ازاي هنعرف ان الجدول بتاع الكاتيجوري ده خاص بجدول البرودكتس، او هيحصل ربط ما بينهم ازاي؟ الاتنين المفروض ان هما يتصلوا ببعض، لان جدول الكاتيجوري انا بعد ما فصلته من جدول البرودكتس اصبح ان جدول الكاتيجوري مش متصل بجدول البرودكتس، فلازم يحصل عملية كونكت. حلو، هتحصل بقى عملية كونكت ازاي؟ هنا بقى يجي دور الريليشن شيب. الريليشن شيب هي اللي بتعمل ربط ما بين الجداول، يعني بتعمل كونكت ما بين الجداول. يعني بكل بساطة بتعرف قاعدة البيانات ان البيانات اللي موجودة في الجدول بتاع البرودكتس مرتبطة بالبيانات اللي موجودة في جدول اللي هو الكاتيجوري، يعني ليها البيانات اللي موجودة هنا الجدول الأول مرتبطة بالبيانات اللي موجودة في الجدول التاني. طب ادينا مثال، مثلا احنا هنا عندنا الجدول اللي هو خاص بالبرودكتس وجدول خاص بالكاتيجوري. احنا عندنا هنا كل منتج في البيانات بينتمي لتصنيف معين، فبدل ما انا مكتب اسم التصنيف مع كل منتج واكرره الاف المرات، لا، قال لك ايه؟ قال لك احنا هنخزن التصنيفات كلها في جدول، هنقسم البيانات بتاعتنا بتاعت التصنيفات في جدول خاص بيها، جدول مستقل، وابدا ان انا اربط كل منتج بالتصنيف بتاعه. ازاي؟ عن طريق الاي دي اللي هو خاص بالتصنيفات. ده بكل بساطة من خلاله هبدأ ان انا اربط الجدول بتاع الكاتيجوري ده بجدول البرودكتس، وهيكون من خلال الربط، عملية الربط ده، هيكون كل منتج عندي ليه التصنيف الخاص بيه. وده بكل بساطة بيخلي قاعدة البيانات منظمة اكتر وسهل التعديل عليها، وبتمنع كمان تكرار البيانات اللي بدون داعي. طب ايه اللي هيحصل لو احنا استخدمنا الريليشن شيب؟ هنقدر ان احنا نربط البيانات اللي موجودة في الجداول ببعض. تخيل معايا ان انا عندي جدول البرودكتس ده ليه اكتر من نوع بيانات. قال لك بكل بساطة احنا هنقسم البيانات بتاعتنا، هنقسمها في جداول لوحدها، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل عملية كونكت ما بين الجداول دي كلها. يعني هنعمل عملية ربط، هنربط البيانات ببعض. يعني اكني بكل بساطة خدت الجداول اللي هي المنفردة دي المتفرعة من جدول البرودكتس، حطيتها في جدول واحد اللي هو جدول البرودكتس، اكني ما عملتش اي حاجة. يبقى هي دي بكل بساطة فكرة الريليشن شيب، هي بتعمل بس عملية ربط ما بين ايه؟ ما بين البيانات اللي موجودة في الجداول بتاعتي. يبقى انا كده بدل ما ابدا ان انا اكرر نفس البيانات في اكتر من جدول، لا، قالك بكل بساطة انت هتخزنها في جدول واحد مرة واحدة بس، وهتبدأ ان انت تربط البيانات ببعض. زي فكرة كده الكاتيجوري، انت هنا عندك كل منتج عندك بيكون ليه تصنيف خاص بيه، فبدل ما ابدا ان انا اكرر التصنيفات بتاعتي في الجدول، يعني هنا عندك كل منتج بيكون فيه مثلا اكتر من صنف، وممكن الصنف الواحد يشترك في اكتر من منتج. فانا بدل ما اعمل تكرار للبيانات بدون داعي، لا، بكل بساطة
قال لك ان انت هتاخد جدول الكاتيجوري ده هتحطه في جدول منفرد، وانا هبدأ ان انا اعمل عملية ربط ما بين جدول الكاتيجوري وجدول البرودكتس. يبقى انا كده منعت تكرار البيانات. طب بكل بساطة هعمل عملية الربط ازاي؟ عن طريق يا باشا الاي دي. يبقى الاي دي ده هو اللي من خلاله هيحصل عملية ربط ما بين الجدولين. طب ازاي وفين؟ هنعرف عملي. من المصطلحات اللي احنا هنستخدمها في عملية الربط بين الجداول مصطلح البرايمري كي، وهو عمود في الجدول بيكون مسؤول ان هو بيميز كل صف عن التاني. مثلا عندنا جدول البرودكتس، المنتجات. لو جيت شفت هتلاقي ان انا عندي كل منتج بيكون ليه اي دي مختلف عن التاني، وهتلاقي ده الوحيد اللي تلاقي القيم بتاعته مختلفة. ما تلاقيش مثلا منتج مشابه في نفس الاي دي، في نفس قيمة الاي دي، ده مستحيل. مثلا ممكن تلاقي مثلا التايتل، تلاقي الاسامي بتاعت المنتجات مشتركة، تلاقي مثلا ده في الكاتيجوري، تلاقي ده في البرايس. يبقى الاي دي نقدر نقول عليه هو البرايمري كي. البرايمري كي اللي احنا نقدر من خلاله نحدد كل منتج بشكل صح. نقدر نقول على البرايمري كي ده هو عامل زي البطاقة الشخصية او الهوية بتاعت الشخص. هل انت عمرك شفت شخصين بيكونوا مشتركين في الهوية والبطاقة الشخصية؟ لا طبعا. يبقى هو ده البرايمري كي. البرايمري كي القيمة بتاعته بتكون يا اما بتكون رقم او قيمة فريدة. قيمة فريدة ليه قلنا قيمة فريدة؟ لان البرايمري كي ما ينفعش يتكرر، بيكون يونيك. يونيك ده يعني ما ينفعش يتكرر، وكمان ما ينفعش ان هو يكون نوت فول، يعني قيمة فاضية. جميل قوي. والبرايمري كي ده هنبدأ ان احنا نستخدمه لما نيجي نربط بين الجداول. عشان كده انا قلت لك ان ده من المصطلحات اللي انت هتستخدمها في عملية الربط بين الجداول. جميل قوي. في السوبر بيز انت لما بتيجي تنشئ جدول بتلاقي ان السوبر بيز بيضيف لك عمود الاي دي ده تلقائي، من غير حتى ما انت ما تكون حاطط الاي دي في البيانات اللي انت اصلا بتحطها فين؟ في السوبر بيز. لان انا قلت لك لما تيجي تكريت جدول وتحط فيه بيانات، قلت لك ان انت بتكريت البيانات من غير الاي دي، لان السوبر بيز بتعمل الكلام ده اوتوماتيك. يبقى الاي دي عندك لما بيجي يتكريت في السوبر بيز بتلاقيه ان هو برايمري كي، يعني قيمة مختلفة، ويونيك. يونيك يعني ما ينفعش يتكرر، مش هتلاقيك اصلا متكرر عندك في البيانات بتاعتك. وكمان بيكون اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت يعني صالح للزيادة، يعني هو ممكن والقيمة بتاعته بتزيد تلقائي مع زيادة المنتجات. يعني مثلا هنا لو عندك 5 منتجات وفي عندك منتج خامس، يبقى قيمة الاي دي 5 كده تلقائية، لان الميزة بتاعته ان هو اوتو انكريمنت. يبقى كل مرة بتبدأ ان انت تضيف صف جديد انت مش محتاج ان انت تكتب الاي دي. ليه؟ لان هو اصلا بيتحدد تلقائي. اول ما بتضيف صف جديد هو بيتحدد تلقائي، وكمان بيكون اوتو انكريمنت تلقائي، يعني هيزود لك على قيمة الاي دي اللي هي اللي قبل الصف الجديد اللي انت بتكريته، هيزود لك عليها 1. فدي هتكون قيمة الصف الجديد اللي اتكريت. تاني مصطلح معانا هو الفوريجن كي، وهو عمود بنستخدمه عشان خاطر نربط جدول بجدول تاني. يعني ببساطة الفوريجن كي بيخزن قيمة البرايمري كي من جدول تاني. احنا عندنا هنا جدولين، جدول خاص بالمنتجات وجدول خاص بالتصنيفات اللي هو الكاتيجوريز. طب جميل، انا عايز اربط الجدولين ببعض. ايه اللي بيحصل؟ ان هو بياخد البرايمري كي، قيمة البرايمري كي اللي عندنا في جدول الكاتيجوريز، ويبدأ ان هو يخزنها فين؟ في جدول البرودكتس. طب بيخزنها في هيئة ايه؟ في هيئة فوريجن كي. لان الفوريجن كي هو كده كده اصلا اللي بيكون موجود في البرودكت، هو ده اللي بيربط المنتج بالكاتيجوري. طب هنا فين الفوريجن كي؟ هو الكاتيجوري اي دي. الفوريجن كي بتلاقي قيمته هو الاي دي اللي موجود فين؟ في جدول الكاتيجوريز. لان كده كده اصلا ان الفوريجن كي بيخزن قيمة اصلا البرايمري كي اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الجدول التاني اللي انت عايز تربطه. جميل. جميل. يبقى هنا انا عندي الكاتيجوري اي دي في جدول البرودكتس هو الفوريجن كي، لان هو بيربط المنتج بايه؟ بالكاتيجوري. عن طريق ايه؟ عن طريق الاي دي اللي موجود فين؟ في جدول الكاتيجوريز. يبقى باختصار البرايمري كي بيحدد الصف، لكن الفوريجن كي بيربط الصف بجدول تاني. خلاص كده. العلاقات اللي هتلاقيها في اي قاعدة بيانات 3 انواع: one to one، one to many، many to many.
والعلاقة اللي احنا هناخدها النهاردة في الفيديو ده هي ال1 to many. طب وانواع العلاقات التانيين مش هناخدهم دلوقتي، احنا هناخدهم في الفيديوهات منفصلة عشان خاطر تفهم العلاقات دي ماشية ازاي، والعلاقات ما بين الجداول بتكون ماشية ازاي، لان انا بطبق لك عليهم عملي. نبدأ بال1 to many. ال1 to many معناها ان صف واحد في جدول ممكن يكون مرتبط باكتر من صف في جدول تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا انا عندي جدولين، جدول خاص بالمنتجات وجدول خاص بالكاتيجوري. ممكن يكون الصنف الواحد بينتمي لأكتر من منتج، يبقى دي كده معناها one to many، علاقة واحدة لحاجات كتير. يعني انت هنا في الجدول لو شفت هتلاقي ان انا عندي منتجين خاصين بالسلطة، لو جيت لاحظت على الكاتيجوري بتاعتهم هتلاقيهم واخدين نفس الصنف. يعني كده اصبح ممكن الاقي ان العلاقة صنف واحد مشترك فيه اكتر من منتج، يبقى هي دي العلاقة اللي اسمها one to many. زي مثلا الكورسات، انت هنا مثلا عندك كورس جافا سكريبت وكورس رياكت، ممكن تلاقي كورس الجافا سكريبت مشترك فيه اكتر من شخص، وكورس رياكت برضو مشترك فيه اكتر من شخص. كده اصبحت العلاقة اسمها ايه؟ one to many، واحد لحاجات كتير. من المصطلحات اللي انت هتستخدمها لما تتم عملية الربط بين الجداول، اول مصطلح معانا هو عملية الجوين، ودي عملية جمع بيانات من جدولين او اكتر في نتيجة واحدة. طب وده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على نوع العلاقة اللي بينهم. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا عندي جدولين وعايز اكسس على داتا من جدول مثلا معين، وهي كأنها مثلا جدول المنتجات. عملت اكسس على البيانات دي، طب انا دلوقتي عايز كمان يطلع لي معاها المنتجات، قصدي البيانات الخاصة بالكاتيجوري. يعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك عن طريق الجوين. يبقى الريليشن شيب، العلاقات اللي ما بين الجداول ساعدتك في ان هي تقدر ان هي تعمل لك جوين بالبيانات كلها اللي موجودة في الجداول وتطلعها لك كلها في نتيجة واحدة. يعني قال لك بدل ما تأكسس على جدول واحد وبعد كده تأكسس على جدول لوحده وجدول لوحده وجدول لوحده، لا، طب ما انا أكسس على جدول معين، ولو احتجت بيانات جدول تاني انا اقدر ان انا اجمع لك البيانات بتاعتهم كلهم واطلعهم لك في نتيجة واحدة. هي دي بكل بساطة عملية الجوين. تاني مصطلح معانا هو النستد سيلكت. فاكر لما كنت بحتاج ان انا اجيب داتا من جدول موجود في السوبر بيس كنت بعمل ايه؟ كنت بستخدم الميثود اللي اسمها سيلكت، وكنت بحدد له الاسترس عشان خاطر يرجع لي كل البيانات اللي موجودة في الجدول. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان تعريف النستد سيلكت معناها انك لما بتجيب بيانات من جدول تقدر في نفس السيلكت تجيب معاه بيانات مرتبطة بيه من جدول تاني. يعني تجيب البيانات اللي مرتبطة بالجدول اللي انت بتجيب منه البيانات اصلا، اللي انت بتعمل عليه ميثود السيلكت. يعني انا دلوقتي عندي الجدول الخاص بالمنتجات، انا دلوقتي عايز اعرض البيانات الخاصة بالمنتجات دي، عايز اعرضها عندي في الموقع، فبستخدم ميثود السيلكت. طب دلوقتي انا فصلت الكاتيجوري، فصلتها عن الجدول حطيتها في جدول تاني، وفي نفس الوقت الجدولين دول مرتبطين ببعض. طب دلوقتي انا عايز اعرض برضو المنتجات الخاصة برضو بالكاتيجوري، او التصنيف الخاص بالمنتجات اللي موجود في جدول الكاتيجوري، هعرضه ازاي؟ قالك بكل بساطة عن طريق النستد سيلكت. من خلال السيلكت هقدر ان انا اسيلكت المنتجات بتاعتي وكمان الكاتيجوري، بجيبهم مع بعض بدل ما اجيب المنتجات الاول وبعد كده اجيب الكاتيجوريز. لا، انا ببدأ ان انا اجيبهم مع بعض عادي، وهي دي اسمها النستد سيلكت، يعني حاجة متداخلة. علشان خاطر نطبق على فكرة الريليشن شيب في المشروع بتاعنا لازم الأول نحدد نوع العلاقة. يعني نوع العلاقة دي ايه؟ one to many. عرفت ازاي؟ لأن ممكن صنف واحد يشترك في أكتر من برودكت، صح كده؟ يبقى كده علاقة one to many. جميل. أنا قلت لك إن أنت في الريليشن شيب بتقسم البيانات بتاعتك في كل جدول. يعني انا البيانات بتاعتي في الكاتيجوري انا عايز اقسم الكاتيجوري اخليها في جدول لوحده، والجدول ده هبدأ ان انا اربطه بجدول الايه البرودكتس. طيب تعالى نعمل الكلام ده. هقول له نيو تيبل، هقول له ادي الكاتيجوريز، اسم التيبل كاتيجوريز، وهبدأ ان انا اضيف فيه
طبعا الاي دي انت بيتضاف اصلا لوحده. هقول له هنا ايه، ادي النيم ونوع النيم تكست. الكولم نفسه نوع البيانات اللي هتخش فيه هي التكست، وبقول له ايه، بقول له سيف. جميل، حلو قوي. طيب البيانات بقى اللي هتبدأ ان هي تظهر في الجدول الخاص بالكاتيجوريز، فين البيانات دي؟ بكل بساطة هاجي هنا كده، هبدأ ان انا اعمل ايه، ان انا هكريت فايل اسمه categories دوت جيسون بالشكل ده، وابدأ ان انا اصب فيه البيانات بتاعتي، البيانات بتاعتي بالشكل ده. وطبعا البيانات لما بتيجي تتحط في الاري بتشيل من كل برودكت فيها الاي دي. ليه؟ لان السوبر بيس بتحدد بتكريت لك الاي دي ده اوتوماتيك، وبتخليه اوتو انكريمنت. خلاص كده؟ طيب جميل قوي. بعد كده مطلوب مني ان انا احول الفايل اللي هو الجيسون ده لسي اس في. طب هحوله ازاي؟ بكل بساطة هاجي هنا كده، هقول له convert json to csv. هبدأ ان انا اشوز الفايل، والفايل ده هلاقيه فين؟ هلاقيه في الكرييت داتا. هختار الكاتيجوريز بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا اقول له convert. هقول له داونلود واخليها جوه الكرييت ليها بالشكل ده. ده كده الفايل اللي هو بتاع الكاتيجوريز اللي فيه البيانات اللي اتحولت للسي اس في. هاخد الفايل ده امبورته فين؟ في السوبر بيس. هبدأ ان انا امبورت الفايل ده، اقول له دروب داون، هنا ادي الكاتيجوريز بالشكل ده، هقول له import. كده البيانات عندي اتعرضت في الجدول الخاص بالكاتيجوريز. بعد ما كريت جدول الكاتيجوري وحطيت فيه البيانات الخاصة بالبرودكت بتاعتي، هتقول لي فين بقى البرايمري كي؟ البرايمري كي ده يا باشا بيكون فيه اي جدول انت بتكريته في خانة الاي دي. الاي دي ده هو البرايمري كي. ليه قلنا عليه برايمري كي؟ لان انا قلت لك ان هو قيمة مختلفة، قيمة ما بتتكررش، يعني يونيك. فهي دي الاي دي اللي هو البرايمري كي. جميل قوي. طيب انا هنا هاجي على الجدول اللي هو بتاع البرودكتس. المفروض ان انا اعمل عملية بقى الربط. هعمل عملية الربط ازاي؟ المفروض بيكون في جدول البرودكتس حاجة اسمها الفورجن كي. الفورجن دي كي ده مهمته ايه؟ مهمته ان هو بياخد قيمة البرايمري كي اللي هو الاي دي، بيخزنه فين؟ بيخزنه عنده، لان من خلال الاي دي ده بيحصل عملية الربط. الفورجن كي من خلاله بيحصل عمليه الربط بين الجدولين، لان هو بيحمل قيمه البرايمري كي بتاعت الجدول التاني. جميل قوي. يعني انا محتاج ان انا اعدل الكولم ده اللي هو بتاع الكاتيجوري، اخليه من كاتيجوري لكاتيجوري اي دي بالشكل ده. والفورجن كي القيمه بتاعته بتحمل برايمري كي. طب قيمه البرايمري كي دي بتكون ايه؟ بتكون يا باشا نمبر. فلازم التايب بتاع الكولم اللي انت بتكريته اللي هو بتاع الفورجن بيكون نفس التايب بتاع البرايمري كي اصلا. جميل قوي، اللي هم ايه؟ اللي هو نمبر. حلو. بعد كده عشان خاطر تربط الجدولين ببعض، باجي هنا على جدول الداتا، بقول له edit table، وبنزل تحت بقول له add foreign key relation، يعني اعمل لي عملية الربط. طيب انت عايز تربط جدول التيبل ده، الجدول اللي انت عايز تربطه بجدول البرودكت، انهي جدول بالظبط؟ اللي هو جدول الكاتيجوري. حلو قوي. طيب بيقول لي حاجه اسمها البابليك داتا. انت عايز تربط البابليك داتا ده
اللي هو قيمه الايه الفوريجن كي. الفوريجن كي هيبدا ان هو ياخد القيمه بتاعت ايه اللي موجوده في جدول الكاتيجوري، هياخد قيمه الاي دي اللي هو ايه اللي هو قيمه البرايمري كي. بص يا سيدي، انا عارف انت مش فاهم الحته دي. انت بكل بساطه انت عندك في جدول الداتا بتحدد له الفوريجن كي والبرايمري كي بتاع الكاتيجوري. جدول الكاتيجوري هنا بتحدد له الفوريجن كي اللي انت لسه مكريته، حلو، وهنا بتحدد له البرايمري كي. يعني الفوريجن كي هياخد قيمه بتاعت اني كولم اللي موجود في الكاتيجوري عشان خاطر يخزنها عنده. طبعا الفوريجن كي بيخزن قيمه البرايمري كي، فعشان كده حددت له الاي دي اللي موجود فين في جدول الكاتيجوري. حلو قوي. هدوس سيف واقول له سيف. هو بس بياخد وقت. هعرف ازاي ان العلاقه حصل ما بينها ريليشن شيب والجداول فعلا ارتبط؟ باجي هنا على الداتابيز، بلاقي ان انا فعلا الجدولين اتربطوا مع بعض. الكاتيجوري اي دي ده الفوريجن بيشاور على البرايمري كي اللي هو الاي دي، لان البرايمري كي ده هيبدا ان هو يتخزن في الكاتيجوري اي دي. فلما يتخزن في الكاتيجوري اي دي هبدا ان انا اوصل للنيم اللي هو الكاتيجوري نفسه اللي موجود في جدول الكاتيجوريز. يجي هنا السؤال، ازاي هنتعامل مع قيمة الكاتيجوري في جدول الداشبورد؟ بكل بساطة انا ما ينفعش كيوزر ابدا ان انا ادخل قيمة الكاتيجوري بايديا. ده ما ينفعش لان انا مش عارف البيانات اللي موجودة في جدول الكاتيجوري دي، انا مش عارفها، او مش عارف انواع الكاتيجوري اللي موجودة اصلا في كل برودكت عندي، انا مش عارفها. فانت المفروض ان انت تحط لي هنا لستة بكل البيانات اللي موجودة في جدول الكاتيجوري، وانا ابدا بقى ان انا اختار. تمام، يبقى هي دي اللي المفروض يحصل. المفروض ان انت تحط لي هنا سيلكت ايتيمز، ابدا ان انا اختار فيها الكاتيجوريز اللي متاحه فين في كل برودكت عندي. جميل قوي. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه هاجي هنا في الداشبورد، هبدا ان انا اغير قيمه الانبوت هنا من انبوت لسيلكت بالشكل ده. بالشكل ده لو جيت لاحظت هتلاقي ان في كل اوبشن في فاليو، والفاليو دي شوف كده، لاحظ كده القيمه بتاعتها ايه. القيمه بتاعتها عباره عن رقم. يعني تقدر تقول القيمه بتاعتها هي عباره عن ايه؟ عباره عن البرايمري كي اللي متخزن في الجدول. اعتبرها كده، لان من خلال القيمه دي الفاليو دي هبدا ان انا اختار السلط، ومن خلال برضو القيمه دي هي دي اعتبرها ان البرايمري كي اللي بيتخزن فين، اللي بيتخزن في الفوريجن كي. يعني هو نفس الاي دي اللي موجود في جدول الكاتيجوري، وهو نفس الاي دي او البرايمري كي اللي هيتخزن فين في الفوريجن. يبقى انا كده هقدر ان انا اعمل عمليه الربط برضه. جميل، حلو قوي. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده، انا بعد ما عملت لك عمليه السلكت في الكاتيجوري بالشكل ده، ومفروض نعمل سيف، هتلاقيها انها عباره عن سلكت بالشكل ده. ابدا ان انا اختار منها. كده اصبح الكاتيجوري اتحول من الانبوت للسلكت. فانا المفروض ان انا اسمع الكلام ده بقى بالجافا سكريبت. هاجي هنا في الفايل اللي اسمه كرييت برودكت، هتلاقي ان انا عندي مختار الكاتيجوري برودكت، هات لي منها الانبوت. ما بقاش بقى في انبوت، في حاجه اسمها سيلكت. المفروض ان انا اختار منها ايه؟ اختار منها القيم. جميل قوي. هاجي هنا، انا ده مش محتاجه لان ده عباره عن سيلكت ما فيهوش فاليو. ما ينفعش ان انا اتشيك على الفاليو لو هي فاضيه ولا مش فاضيه في سيلكت، ما ينفعش الكلام ده. هاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له طبعا هنا المفروض اغير الكاتيجوري، ولازم يكون نفس الاسم بتاع الكولم اللي انا مكريته في البرودكت. انا طبعا عدلت على الكاتيجوري، خليتها من كاتيجوري لكاتيجوري اي دي. حلو. طيب بعد كده هبدا ان انا اقول له ايه؟ هنا الانبوت كاتيجوري، هبدا ان انا اقول له هتحولها لي لنمبر، وهات لي قيمه الانبوت كاتيجوري دوت فاليو، يعني قيمه الايه؟ الفاليو اللي هي قيمه الاوبشن.
مش هيجيب لي التكست بتاع الاوبشن ده، لا هيجيب لي القيمه اللي هي الفاليو دي، هيجيب لي الاتريبيوت اللي اسمه ايه، اللي اسمه فاليو، هيجيب لي القيمه بتاعتها اللي هي ايه، اللي هي البرايمري كي، ويبدا ان هو يخزنها في الفوريجن كي اللي هو ايه، اللي هو الكاتيجوري اي دي بالشكل ده. طيب بعد كده ده طبعا تمام، هنعمل سيف، وتعالى كده نشوف. هقول له مثلا جريك سالاد، والصورة جريك سالاد، وهنا مثلا الكاتيجوري سالاد، واقول له 230 بالشكل ده. اد برودكت، ولو جيت شفت السوبا بيز، تعالى كده على التيبل، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو جاب لي الكاتيجوري اي دي، جاب لي القيمه اللي هي واحد، اللي هي ايه، اللي هي ايه اصلا في الجدول الكاتيجوري، اللي هي اصلا سلط في الاساس. لو جيت لاحظت في الجدول بتاعنا هتلاقي ان قيمه الكاتيجوري بانديفايند. طب ليه الكلام ده؟ لان انا بسلكت الداتا اللي موجوده في جدول البرودكت بس، انا كده حرفيا ماليش علاقه بجدول الكاتيجوري. طب فين مبدأ الجوين وفين مبدأ النستد سيلكت؟ مش انت قلت لي في مبدأ الجوين ان انا بجمع البيانات من جدولين او اكتر في نتيجة واحدة؟ يعني انا المفروض اجمع بيانات جدول البرودكت مع بيانات جدول الكاتيجوري في نتيجة واحدة، وتظهر لي قيمة الكاتيجوري في نتيجة واحدة زي كده. وفين برضو مبدأ السيلكت اللي انت لسه قايل لي عليه، ان هو انك لما بتجيب بيانات من جدول نقدر ان احنا في نفس السلكت نجيب بيانات بس من جدول تاني مرتبط بيه. طب تعالى نعمل الكلام ده. تعالى يا باشا، هاجي هنا، هاجي في الريد برودكت. اول حاجه هبدا ان انا انفذ مبدا النستد سيلكت، ان انا اقدر من خلال السيلكت وانا بجيب بيانات الجدول بتاعي، اقدر ان انا اجيب بيانات الجدول تاني مرتبط بالجدول ده. ازاي؟ عن طريق ان انا بحول هنا، بحولها كده بالشكل ده، وبقول له اسم الجدول اللي هو اسمه كاتيجوريز، كاتيجوري، وبقول له سيلكت. يعني انا كده بعمل ايه؟ انا كده بكل بساطة بجيب كل البيانات اللي موجودة في جدول الكاتيجوري بالشكل ده. طيب تعالى نشوف هل فعلا هيجيب لي الداتا ولا لا. هنعمل inspect console، هتلاقي ان هو رجع لي قيمة الكاتيجوريز، جدول الكاتيجوريز بس بنل. ليه الكلام ده؟ لان انا المفروض وانا بعمل سيلكت، عمليه السيلكت على جدول البرودكت، هعمل كمان عمليه السيلكت على جدول الكاتيجوريز. يعني ايه قصدك؟ يعني قصدك ان انا اضيف بوليسي؟ هتضيف بوليسي عن طريق ايه؟ عن طريق يا باشا السيكوال. تعالى هنا كده، هنقول له سيكوال اديتور، هنيجي هنا هنضيف بوليسي على ايه؟ على جدول الكاتيجوريز. طب ايه البوليسي؟ هو بوليسي السيلكت. هقول له run selected، وبس بياخد وقت. قال لي فعلا سكسس. انا كده عملت عمليه السيلكت على جدول الكاتيجوريز. لو جيت شفت كده هتلاقي ان فعلا الكاتيجوريز عرض لي من جوه جدول الكاتيجوريز، عرض لي ايه؟ عرض لي البيانات اللي موجوده جوه اللي هو الاي دي والنيم. يبقى انا كده طبقت مفهوم ايه؟ مفهوم النستد سيلكت، ان انا اقدر ان انا وانا بجيب البيانات الخاصه بجدول البرودكت اقدر كمان اجيب معاها البيانات بتاعت جدول مرتبط بيه. هي دي مفهوم النستد سيلكت.
محتاج ان انا اعرض بيانات جدول الكاتيجوريز عندي في قيمة الكاتيجوري. لو جيت لاحظت هتلاقي اللي حصل كالآتي: ان انا كنت عامل في الاد برودكت قيمة الكاتيجوري، كنت انا مغيرها من input خليتها ل select. طب انا كنت مسلكت ايه؟ مسلكت السلد. حلو. هو عمل ايه؟ هو خد قيمة الاوبشن اللي هي الفاليو، اللي هي الاتريبيوت اللي موجودة في الاوبشن، اللي هي ايه؟ اللي هي اصلا في الاساس برايمري كي. راح الفوريجن كي مخزن قيمة البرايمري كي. طب فين هنا الفوريجن كي اللي هو ايه؟ اللي هو الكاتيجوري اي دي. خزن لي قيمة البرايمري كي. فراح البرايمري كي ده الفوريجن كي راح ماكسس على جدول الكاتيجوريز، قال له في عندك بيانات او بيانات اي دي بقيمة واحد؟ اه، قال له فيه. خلاص، قال له رجع لي البيانات بتاعتي اللي هي الاي دي بتاعها بيحمل رقم واحد. ففعلا رجع له البيانات اللي القيمة بتاعتها بواحد. يبقى رجع لك الاي دي واحد والنيم اللي هو صلب. بس كده. طب تعالى بقى نأكسس على الداتا دي ونعرضها عندنا هنا في الجدول. نعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة هتشيل الكاتيجوري وهتجيب الكي اللي اسمه كاتيجوريز اللي هو الجدول، وهتختار منه، هتسلكت منه ايه؟ الكي اللي اسمه نيم بالشكل ده. دي طريقة في الاكما سكريبت 6 تقدر ان انت تستخدمها لو انت عندك اوبجكت ومحتاج تسلكت كي من جوه الاوبجكت ده، فانت تقدر تعمل الطريقة دي. وهنا هغير بس الكاتيجوري، هخليها نيم بالشكل ده. تعالى كده نشوف. فعلا غير لي الكاتيجوري وعرض لي فعلا قيمة النيم اللي هي متخزنة فين؟ اللي متخزنة في جدول الكاتيجوريز. تعال نجرب ونضيف بيانات مثلا منتج معين. اسم المنتج تشيكن باستا، والصورة تشيكن باستا، والكاتيجوري باستا، ومثلا السعر 230. هقول له اد برودكت وابص اشوف على البرودكت ليست، هتلاقي فعلا عرض لي منتج التشيكن باستا والكاتيجوري فعلا باستا. هي دي فكرة الريليشن شيب اللي هي علاقة ال1 تو ماني. والسلام عليكم.